صباح الفل والهنا عليكم. حبيت اخلي الفطار بتاعنا متغير النهارده يوم الجمعه عن الفول بقى والطعميه والكلام ده. حبيت اخليه برضو فطار شعبي. يلا بقى اجيب حبتين من القوطه، شويه من البقدونس، قرن فلفل اخضر، وكمان قرن شطه سبايسي، وكان فص ثوم كده متقشرين. مسبقا هنا قطعت بصلتين، حبتين من البصل كده قطعتهم التقطيعه اللي تيجي على بالك كده. حطيت شويه زيت سخنهم ونزلت بالبصل. يلا بقى هنبشر الثوم بالمبشره الزغنطوطه بتاعتنا ونعمل الاكله الحلوه اللي بنعملها. هنا بشرت الثوم بالمبشره الزغنطوطه بتاعتي دي زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا على الطاسه اللي فيها ننزل بالثوم ونقلب تقليبه حلوه كده. انا مش عايزاه يحمر قوي، انا عايزاه يبقى لونه جولد كده. دلوقتي بقى هنزل بالطماطم بتاعتي كده، الخضره دي البقدونس ده كام قطعه كده عليه، مش قصدي بس احنا هنحط البقدونس مؤخرا. معانا الصلصه البيتي اللي عاملينها مع بعض، هحط معلقه كبيره، وكمان تبس الشطه او هرسه الشطه اللي احنا عاملاها السبايسي على البرد عشان تشيل بعضيها كده، متبقاش حراقه قوي. هنزل بيهم دلوقتي معلقه من ده ومعلقه من ده على الطماطم والبصل بتاعي. هنا بقى معانا بابريكا مدخنه، وكمان معانا كزبره ناشفه، كمون، وبودر توم باودر اسفه اللي انا عاملاه معاكم. هنزل بالتتبيله الحلوه دي، وكمان هظبط الملح بتاعي واقلب. هنا نزلت بحبه الشطه السبايسي وحبه الفلفل الاخضر، وهقلب تقليبه حلوه كده، وهدي النار شويه وابدا اولع الفرن بتاع البوتاجاز. دلوقتي خلصنا وفضيتها في بوله كده عشان تبرد طبعا، لان هيطيب معاه، مش هيبقى كويس. الحاجه في التسبيكه بحط بقى شويه البقدونس دول، مش عايزاهم يطيبوا، يبقى الريحه والطعم بتاعتهم ظاهرين. انا اختياري بقى على حسب ما انت عايزه. 3 حبات من البيض، وممكن تزودي لكن مش ممكن تقليلي عن كده، عشان البيض ماده بروتينيه اللي بتتحط في الاكله المتكامله بتاعتنا، وطبعا عرفتوها العجه المصري. حطينا على البيض في الاكل معجنات، بحط فانيليا في الاكل بتاعي اللي فيه ملح، بحط فلفل اسود. معانا كوبايه من الدقيق، كوبايه الشاي، المج بتاع الشاي بتاعنا. حطيت دقيق عشان السخونه تروح شويه. هنزل بقى، طبعا العصفور كالعاده هيموت ويعرف بعمل ايه. نزلت بالبيض وهرب بقى الكلام ده كله مع بعض. ارتفاع صينيه العجه معلقه البودر. يلا بقى نفضيها في صينيه على الفرن. ودي العجه بتاعتنا يا جمالها. ايه رايكم في جمال العجه بتاعتنا؟